افضل طريقه يا جماعه لتشفيه اللوحه الضاني او لوحه الخروف او الزند الامامي في الخروف للناس المبتدئين في مجال الجزاره ومجال المطاعم. ده شغل افرنجي للناس اللي هم مبتدئين في مجال الجزاره داخل المطاعم المشوي. معانا الخطوات دلوقتي واحده واحده بالراحه كده، هنعرفك ازاي انت تشفي اللوحه بكل سهوله وتشفي الموزه بتاعتها. معانا الخطوات كده بالتفصيل ممل، واحده واحده بالراحه خالص على البطيء. ولكن قبل ما نخش في موضوع الفيديو احب اقول لك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد وما تستخسرش فينا اللايك. معانا الخطوات دلوقتي واحده بالراحه ونبدا نشتغل معاك اهوت. معانا لوحتين، واحده شمال واحده يمين، نفس الشكل ده، لوحتين بنفس الشكل ده. هنبدا ان انت بالفعل مثلا هنبدا ان انت قبل ما تشتغل خالص يبقى معاك اللوحه او الزند بنفس الشكل ده. قرب كده بالكاميرا، بيبقى معاك اللوحه بنفس الشكل ده او الزند بتاع الخروف اهو. بتبدا ان انت بتقشر البدن، يعني بتشيل البدن اللي هو بيكون فوق اللوحه بنفس الشكل ده. تبدا من عند ابتداء من الموزه، تبدا تشيل الايه البدن من على اللحمه بنفس الشكل ده. ده طبعا ما بيخشش في الكباب او ما بيتوضبش في اللحمه، بتبدا تشيله بالفعل بنفس الشكل ده كده. بعد ما بتشيل البدن نبدا تشفي كده. شيلنا البدن اهو من على اللحمه، بنبدا بكل سهوله بنفس الشكل ده. دي اللوحه اهو قدامك، بتيجي في نهايه او في اخر قشره اللوح في بيبقى عرق اهوت زي ما حضراتكم شايفين. ده عرق عصا اهو. هنا في نهايه قشره اللوح بيكون في هنا مفصل، تمام. بتبدا من بدايه المفصل ده بتبدا تفتح كده زي ما حضراتكم شايفين. بتبدا تفتح بنفس الشكل ده، تفتح وتعلم كده بنفس الشكل ده، تمام. هنعمل طريقتين مختلفين. هنبدا في الطريقه دي من بدايه قشره اللوح. تبدا تطلع اللحمه بنفس الشكل ده اهو كده. بتبدا تطلع اللحمه كده اهو. ده بالنسبه للناس المبتدئين. وهنعمل سلسله ان شاء الله، سلسله فيديوهات كل يوم هننزل لكم حاجه او هنشارك لكم حاجه من الخروف. بعد ما نخلص سلسله الضاني هنبدا نخش في سلسله جديده من البقر. واسهل طرق احنا وصلنا لها زي ما حضراتكم شايفين. بنقلب قشره اللوح كده او اللحمه اللي على قشره اللوح بنفس الشكل ده. وبعد كده بنيجي هنا بنعمل ايه؟ ما بنحطش الكازلك بالسن بتاعه ونشد عشان ما نبهدلش اللحمه او ما تطلعش معانا بسهوله. زي ما حضراتكم شايفين تعمل كده بالسن كده بظهر الكازلك وتقوم عامل كده زي ما حضراتكم شايفين. بتعلم عليها من هنا كده وتبدا تقلب اللوحه كده. يعتبر احنا خلصنا. يعني لو في قشره زي دي عاوز تشيلها عشان تبقى سهل معاك طالما انت لسه مبتدئ، انا بالنسبه لي هعرف ان انا اعملها. ولكن لما تشيل دي خالص من على اللوحه او من قشره اللوحه بتكون سهله معاك. بتيجي بقى بظهر الكازلك كده وتعدي من تحت، بتبقى واسعه معاك او سهله معاك من تحت كده يعني زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بتوقف اللوحه بتوقفها وتيجي من هنا كده بكل سهوله برده وتقوم عامل كده تقشر على في هنا زي نظام عظمه بتسلك اللحمه زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. بص تحك كده بالكازلك واحده خفيفه، لما تشد كده هيطلع معاك اللحمه بنفس الشكل ده. ادي اللوحه اهي، تمام. هنبدا نشيل العظمه دي كده، دي طلعت اهي. ادي القرقوشه بتطلع كده، تمام. هنعمل طريقه ثانيه برده مختلفه. احنا بدانا هنا في قشره اللوحه. نبدا برده بتلم اللحمه زي كده وتوسع نفسك اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. بقى هنبدا نخش على الماسوره او العظمه اللي هي تبقى يليها الموزه كده اهو. تبدا تفتح كده احنا بنفتح اهو. تبدا بقى توسع نفسك عشان خاطر تشتغل. اهم حاجه يكون الكازلك بتاعك حامل، تحس ان هو هيقف تمشيه على المستحاضه مره واثنين، ما تخبطش جامد عشان الكازلك ما يوقفش منك. الطريقه الثانيه الناحيه الثانيه اهي كده. في حاجه ممكن تشتغل بالظهر وتشتغل بالوش، ولكن اللي بتشتغل فيها بالوش بتكون يعني زي ما حضراتكم شايفين بتسلك نفسك بالسن كده وترجع بالظهر عشان ما يعني انا لو بروح بالسن ما برجعش بالسن تاني، لا بروح بالسن وبرجع بالظهر، اروح بالسن وارجع بالظهر، تمام. طبعا ده للناس المبتدئين. نبدا نخش على الموزه كده. الموزه هنا نبدا نخش على الموزه. كل ده واضح اهو. في حاجات لازم تبدا تخش فيها بسن الكازلك وحاجات ترجع فيها بظهر الكازلك، تمام. ده الطريقه هي سهله خالص للناس اللي مبتدئين في مجال الجزاره. طبعا احنا عاملين طريقه توضيبها كباب، يعني لو انت عاوز توضيبها كباب عاملين طرق التوضيب بتاعتها. لما بتلم بقى اللحمه من على الموزه وتبان معاك الدنيا هنا اهي كده، بانت معاك المفصل بتاعها، بتكون سهله معاك خالص يعني ما بتكونش صعبه. يعني تكون الموزه
او اللوح. بص انا جيت كده بس رجعت بالسن تاني. طبعا في كل طريقه بتختلف عن التانيه، وكل مكان في اللوحه عفوا تقدر تشتغل فيه بالسن او بالظهر. كده دي عظمه الموز اهي. دي حته اللحمه زي كده بتشال. دي تاني عظمه او اخر عظمه. دي بتشال كل شويه زي ما حضراتكم شايفين اهي. زي ما حضراتكم شايفين اهي كده على الابيض خالص، مفيش اي حاجه في العظم اهي. ده العظمه كده، دي اخر حاجه اهي. تمام. هتجيب اللوحه الثانيه وانا هتشغلين على الهادي عشان خاطر ما نطولش في الايه. شغالين على الهادي عشان الناس تاخد بالها. تمام اهي. الثانيه هننجز فيها شويه عشان مده الفيديو برده. ادي اللوحه اهي بعد ما اتشفت. ادي عظمه قرب، ادي عظمه الموزه بتاعت الضاني، وادي العظمه بتاعت المدفون او العظمه اللي في النص، وادي قشره اللوحه. تمام. ادي كل ده اللوحه اهي، ودي قشره اللوحه. دي اللوحه معانا بنفس الشكل ده. هنبدا نخش على اللوحه الثانيه اهوت. هنبدا برضو زي ما بدانا، احنا بدانا هناك بالاول، هنبدا هنا بالموزه الاول، يعني هنعكس بقى. طبعا لو انت عاوز حاجه معينه اكتب لي في الكومنتات وانا ان شاء الله اقدر ان انا اصورها لك بنفسي على ما ننزل لكم فيديوهات جديده. ولو انت عايز اي فيديو يعني مش شرط اللي هو اللي انا يعني تستنى لما انا انزل فيديو. انا كده ان شاء الله هنعمل لكم زي نظام سلسله فيديوهات. اهو دي عظمه الموزه اهي. تمام. هي دي اصلا بتكون اصعب عظمه شويه، يعني اصعب عظمه بتقابلك اللي هي عظمه الموز. لان بيكون العظمه بتاعتها عامله زي نظام هلب، مش عظمه او مفصل زي بقيه العظم بتاعها. لو خدت بالكم بتكون عامله، دي اللي بتواجه المشكله لو انت شغال في مكان والمكان ده بيشف اللوحه كلها. دي اصعب عظمه هتقابلك لو انت بتشف الايه اللوحه سليمه. لان العظمه بتاعت اللوحه او بتاعت الموزه او العظمه فيها بتكون عامله زي نظام هلب مش نظام مفصل. يعني هنا بص هنا كده، هنا سهله ازاي اهي كده اهو. دي العظمه الثانيه هي بتاعت المدفونه اهي. وليه بقى سميت بالاسم اللي هي مدفونه؟ لان بتكون داخل اللحم، مدفونه في وسط اللحم اهي. بصوا اهي كده احنا وصلنا ليها اهي. ولكن هنسيبها للاخر لحد ما نطلع قشره اللوحه عشان ما تكونش صعبه علينا اهي، عشان نمسك منها في الاخر. بقول لك انا مش شلتهاش ليه وسبتها ليه؟ انت ممكن تمسك من اللحم بس الافضل تمسك من العظم. بصوا هنا اهي تعمل كده بكذا. انا كده خلاص مش هشد خط بقى زي ما عملنا في اللوحه الاولانيه، لان خلاص كده بالنسبه للمبتدئين الخط ده افضل. اللوحه اهي، دي اللوحه الثانيه، دي بنفس الشكل. ادي الموزه ودي منتصف العظمه بتاعت المدفونه ودي اخر قشره اللوح. وبكده يبقى احنا وصلنا لنهايه الفيديو. ولو انت استفدت اي حاجه او عجبك الفيديو ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد. واتمنى تعمل لايك عشان خاطر الفيديو ده يوصل اكبر عدد من الناس.